النهارده عايزه اتكلم على كام حاجه كده كلنا بنتضايق منها، عن التنمر، عن الكومنتات السلبيه، عن الكراهيه اللي بقت منتشره بطريقه تخوف. تخيل كده تكون عايش حياتك عادي، بتحلم، بتشتغل، بتحاول، بتنجح، وفجاه تلاقي ناس بتكرهك من غير ما حتى تعرفك. ناس بتتريق، ناس بتشتم، ناس بتقلل منك، وكأن وجع غيرهم ده حاجه سهله جدا. في ناس فاكره ان الكيبورد ده بتخليهم اقوياء، يكتبوا اللي هم عاوزينه من غير ما حتى يفكروا ان في ناس على الطرف التاني عندهم قلب، عندهم مشاعر، ممكن الكلمة دي تفضل معاهم سنين. انا عايزة افهم ده وجوده ايه عندكم؟ ده احنا مش مخلوقين بيه عشان ما نفكرش بيه. عايزة اقول حاجة مهمة، الرأي عمره ما كان اذى، تمام؟ واختلافك مع حد ده طبيعي جدا. انك ما تحبش شخص او فنان دي برضو حاجة طبيعية جدا، بس انك تجرح او تتريق او تتمنى الاذى لغيرك ده مش رأي، ده اسمه كراهية. ولو هنتكلم عن فرقة BTS، الفريق ده اتنمر عليه في البداية بشكل رهيب جدا. اتقال عليهم ان هما مش هينجحوا، ان هما مش موهوبين كفاية، ان هما مش شكل نجوم، ان هما مش هيكملوا. بس هما كملوا رغم التعب، رغم الضغط، رغم الكلام اللي يكسر، وكملوا لغاية ما بقوا مصدر أمل لملايين من الناس في العالم. بس أكتر حاجة تخوف بجد أو توجع في أوقات إن الكراهية دي بتوصل لدرجة خطيرة بشكل مخيف جدا، زي بالظبط اللي حصل مع في التهديدات والأذى بالكلام بشكل مرعب جدا. وده يخلينا نفهم إن الموضوع مش مجرد تعليقات على النت وبس، ده ممكن يبقى اذى حقيقي. وساعتها لازم نسأل نفسنا، هو احنا وصلنا للمرحلة دي من الكره يعمينا للدرجة دي؟ هل يوصل انسان ان هو ينسى ان اللي قدامه بشر زيه؟ الفكرة يا جدعان ان المشكلة مش في انك ما تحبيش شخص، ولا ان ذوقك مختلف. المشكلة ان هما بيحبوا يكرهوا، بيحبوا ان هما يقللوا من غيرهم علشان ان هما يحسوا ان هما احسن، بيحبوا ان هما يشوفوا حد يتألم علشان يحسوا ان هما اقوياء. ومش موضوع برضو عن فريق BTS بس، برضو عن اي حد، عن اي حد بقى من مكانة لمكانة تانية خالص. فكرة الكومنتات السلبية دي لا. وليه اصلا انتوا مبدئيا، هم مبدئيا بيستفادوا ايه؟ عشان كده انا عايزة اقول، هو انتوا بتسألوا نفسكم قبل ما تكتبوا اي كومنت من الكومنتات دي؟ بتسألوا لو الكلام ده اتقال ليا انا، هل انا هستحمله؟ مبدئيا خليكوا سبب امان مش سبب وجع. الدنيا صعبة كفاية علينا كلنا، فبلاش ان احنا نزودها على بعض. خليكم اقوى باخلاقكم مش بكلامكم. ولو مش قادر تحب على الاقل ما تأذيش. ولو الدنيا وجعتك ما توجعش غيرك. فمبدئيا في الاخر كلنا بشر، وكلنا بنتوجع، وكلنا محتاجين كلمة طيبة مش سهم جديد تاني في حياتنا. فلو هتسيب اثر في حياة اي حد، سيب اثر حلو، مش جرح يفضل معاه لسنين قدام. خليك سبب نجاة مش سبب وجع. وبس كده النهارده، ووصلنا لاخر حلقتنا، يلا باي باي.